بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض، انا بحاول اعمل لكم الاكل اللي هناكله كل يوم، الغدا بتاعنا. معانا البانيه، هنعمل بانيه النهاردة بطريقة سهلة جدا وسريعة. معايا هنا نص كيلو فراخ بانيه متقطعة نفس التقطيع كده، انا جايباها من عند الفرارجي متقطعة كده اهي، شرايح البانيه. ومعايا هنا نص كوب لبن زبادي، ومعايا ليمونه كبيره، ومعايا بيضه، ومعايا البهارات بتاعتي، التوابل بتاعتنا، بصل بودر، توم بودر، معلقه بهارات فراخ، معلقه ملح صغيره، معلقه بابريكا، معلقه بهارات، 7 بهارات، دي 7 بهارات. ودي معلقه بتاع دي جنزبيل، ومعلقه فلفل اسود، كله معلقه صغيره. ودي نص معلقه جوز الطيب. معايا كده البهارات بالشكل ده. هنشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. هنجيب الطبق بتاعنا او البوله بتاعتنا كده، هنحط فيها الزبادي بالشكل ده كده، ونحط عليها البيضه بالشكل ده كده، وعصير الليمونه بالشكل ده كده. كده خلاص معانا اللبن، الزبادي، والبيضه، وعصير الليمون. هنحط معانا البهارات اهي، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره 7 بهارات، معلقه فلفل اسود، معلقه بصل بودر، توم بودر، معلقه جوز الطيب صغيره، معلقه جنزبيل، معلقه بهارات فراخ، نص معلقه ملح ابيض. هنحط البهارات بتاعتنا كلها كده، هنقلبه كده. اهو لحد الخليط بتاعنا ما ينعم كده وما يبقاش فيه تكتلات من الزبادي اهو. بالشكل ده كده. هنحط مع بعض الفراخ، نحط الفراخ بتاعتنا في الخليط اللي عملناه اهو بالشكل ده. كل كمية الفراخ هنقلبها كويس. قلبناها كويس بالشكل ده. هنحطها بقى في التلاجة نص ساعة على ما نجهز الكفر بتاعنا. معانا حضرنا الكفر بتاعنا. معانا كوب اللي هو البقسماط اللي هو المقرمش، ومعانا كوباية دقيق، ومعانا كوباية كبيرة بقسماط ناعم، ومعانا كيسين فيجيتار، ومعانا كوباية نشا. ده الايه الكفر بتاعنا. معانا هنا بقى البهارات اللي احنا حطيناها في الفراخ، حضرناها برضو هنا، بس مزودة هنا معلقة كركم وفلفل ابيض وجوز الطيب
وبابريكا، بصل بودر، توم بودر، وملح. دي البهارات بتاعتنا اهي اهي. هنقلبه كله بقى مع بعضه، وهنجيب بقى الفراخ بتاعتنا من التلاجة ونشوف هنعمل ايه. اتمنى الطريقة تعجبكم يا رب، واكون عند حسن ظنكم يا رب العالمين. لو جربتوا الطريقة ما تنسوش اللايك كده وتكلموني في التعليقات، تكتبوا لي في التعليقات تقولوا لي رأيكم ايه، واللي نفسه في حاجة يقول لي عليها وانا اعملها ان شاء الله تعجبكم يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. اهو ده الشكل بتاعنا. هنجيب الفراخ بتاعتنا من التلاجة ونشوف هنعمل ايه. طبعا البانيه بتاعنا بيتعمل معاه مكرونه، بيتعمل معاه رز بالشعريه، بس انا حبيت النهارده اعمل معاه رز حبه وحبه. انا من زمان ما عملتوش فقلت نعمله مع بعض النهارده، هيبقى جميل جدا. معايا هنا معلقه سمنه بلدي اهي، هنا السمنه البلدي. طبعا شويه زيت كده، معلقتين 3. ليه؟ لان الزيت هو اللي بيخلي الرز بيلمع وبيخليه مفلفل كده، ما بيبقاش معجن. ومعايا الرز بتاعي اهو، نحمره فلما الرز بتاعنا يتحمر نشوف هنعمل ايه. هنجيب البانيه بتاعنا من التلاجة ونبتدي نحطه بقى على الكفر بتاعنا كده بالشكل ده كده. طبعا هنضغط عليه جامد عشان الكفر بتاعنا ما يفكش اهو. اهو بالشكل ده. هعمل الكمية كلها ونشوفه مع بعض. بالشكل ده كده. لو انا ناسيه حاجه، لو في اي تعديلات تحبوا تقولوها، اتمنى تكتبوا لي في التعليقات، عشان في حاجات كتير بيبقى غصب عني ما بنسى اقولها. اتمنى ان الوصفه دي تنول اعجابكم ان شاء الله. هنكمل الكميه ونشوف مع بعض. كده حبه الرز بتاعتنا بقت لونها كده ده جميل ذهبي. اجيب الرز بتاعي وميته كده بالشكل ده كده. احط عليه معلقه الملح بتاعتي، ونغطي عليه بقى ونسيبه لما يستوي. البانيه بتاعنا بعد ما خلصناه اهو، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.
معايا هنا الطاسه بتاعتي، حطيت فيها الزيت وحطها على نار. اول ما يسخن ههدي بقى النار عشان ايه البانيه يستوي كويس. نحط البانيه بتاعنا اهو بالشكل ده كده. واحدة صغيرة طبعا الزيت سخن اهو بيغلي. هنهدي بقى النار عشان ايه البانيه يستوي. الرز بتاعنا اهو نشف بالشكل ده، انا هدي عليه النار. شوف البانيه بتاعنا لونها جميل ازاي، والكفر ما وقعش ازاي، ما شاء الله. الرز بتاعنا اهو نقلبه كده ما شاء الله ما شاء الله، مفرفر اهو. كده خلاص البانيه بتاعنا اهو طلع بالشكل ده، تحفه، طري من جوه ومقرمش من بره. والرز بتاعنا اهو حبه وحبه. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واتمنى اللي بيشوفني لاول مره، انا قناتي اسمها بسم الله معانا، يشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله معانا.